الا كنتي ما كتصبرش فراه كاين واحد النوع سميتو السكالب. السلام عليكم خوتي، كنتمنى من الله انكم تكونوا بخير وتكونوا دوزتوا العيد مزيان مع العائله ديالكم. سمحوا لي بزاف لحقاش تعطلت عليكم. قدر الله وما شاء فعل. كنت مرضت واحد شويه على بديت الرواح وما عارفين الجو دابا شويه مخربق، الشتا الريح، والحمد لله. كنت غادي نسجل لكم جوج فيديوهات في نهار العيد، ولكن ما كتبش باش انني نلوح لكم دوك الفيديوهات بجوج. واليوم قررت انني نسجل لكم هذا الفيديو هذا باش نرجعوا بواحد القوه، باش نحاول اننا نكملوا هذه السلسله هذه دغيا، باش ندخلوا في التطبيقات ونافونسيو. اليوم غنشرح لكم واحد الفيديو اللي مهم بزاف، قلت ضروري خصني نبدا هو الاول باش ما طيحوش في بزاف ديال الاغلاط اللي طحت فيهم انا في الاول. لحقاش في الاول انا كنت كنتريدي عشوائي، ما كان لا تريدين بلان لا والو، ها استراتيجيه. يعني اي لوط جاك، يعني اي لوط كتدخل به، داكشي كان عشوائي اخوتي. نتوما راك عارفين العشوائيه والعقليه المايند سيت ديال بنادم، يلاه داخل الدومين باغي يدير لاباس في النهار الاول ديالو بداك العقليه اللي نفخونا بها. وبحال ديك القضيه ديال كيف تتعلم اللغه الانجليزيه في 6 ايام، راه بحال هكاك. ولكن الدومين هذا عنده واحد السيستم ديالو، خصك ضروري تتبع داك السيستم. بلا داك السيستم ما يمكنش لك انك تربح، يعني الا ما كانش عندك هاد السيستم غادي تخسر. اليوم غنشرحوا التريدين بلان اللي هو النظام التداول. هاد النظام التداول هذا غنشرحوا لكم دابا كيفاش نعمروه وكيفاش تخدم به. الدراري اللي تيعرفوا يخدموا بالاكسل باش يتصبروا اللوح يعني هذا النظام هذا في التليجرام. والدراري اللي ماشي يعرفوش يخدموا بالاكسل ممكن انهم ياخذوا دفتر ويقيدوا هذا الشيء، لان هذا الشيء هذا ديما غادي يبقى هذا السيستم هذا ديما تابعك يوميا. هنا غتاخذ واحد الورقه كبيره وغتقيد هذا الشيء كامل اللي غادي نقول لك. يعني هذا السيستم هذا ديما غادي يكون قدامك، كتحطو قدامك يعني في الحيط ولا حدا البيسي ديالك ولا شي حاجه، وغتتبعو يوميا. لان في التريدينغ راه ماشي مساله ديال انك تريد وحده، راه مساله ديال انك شهريا خصك تخرج واحد الارباح ديالك. يعني خصك تكون كتربح باستمرار. لان مارك دوغلاس قال في واحد الهضره اللي زوينه، غيرت لي العقليه ديالي في داك الوقيته. قال لك الا بغيتي مثلا تدخل في واحد التريد مثلا ناجحه، فانت ما خصك مثلا ما تعلم حتى شي حاجه، غير دخل عشوائي، كليكي على البوطونه ديال الماوس تلقى راسك رابح ولا خاسر. وحنا ماشي قماره، حنا ماشي قماره، حنا محترفين في التداول. وباش تربح باستمرار خصك واحد النظام ديال التداول، بحال الاي كوميرس، بحال جميع المشاريع اللي كاينه. الاي كوميرس كتقلب على الوين برودكت، ولا لقيتي الوين برودكت راه ماشي يعنيش انك صافي غادي تنجح. ضروري كاينين بزاف ديال المراحل، بحال السكيلين، بحال النظام ديال الاي كوميرس اللي تتبع، يعني حاجه كتكمل حاجه. راه حتى في التريدينغ مثلا الوينين برودكت في التريدينغ هو الوينين استراتيجي. تلقى الوينين استراتيجي هي استراتيجيه ناجحه، ولكن واش استراتيجي بوحدها يعني كافيه؟ ما كافياش. هادشي اللي غادي نكتشفوه اليوم. استراتيجيه بوحدها في التريدينغ ما كافياش اخوتي، بصراحه ما كافياش. ما غاديش توصلك لشي نتائج اللي كتحلم بها. غتبقى غير في بلاصتك بهذا المصطلح هذا. نشرحوا دابا النظام التداول. اول حاجه النظام التداول كيتكون لينا من استراتيجيه وكيتكون لينا من ريسك ماناجمنت. هذا النظام هذا كامل متكامل. بزاف ديال الناس عندهم واحد المشكل ديال انهم عندهم مشكل في السايكولوجي اولا في النفسيه، ما يقدروش انهم يتحكموا في النفسيه ديالهم. راه الحل الوحيد ديال انك تتحكم في النفسيه ديالك هو هذا النظام ديال التداول اللي خصك تتبعه يوميا. نظام التداول خصك تكون ملتزم عليه ومنضبط عليه. ما خصك تنسى حتى شي حاجه في هذا النظام التداول. نسيتي شي حاجه في نظام التداول راك غتجيبها في راسك. يعني هذا النظام هذا خصك تتبعه يوميا، تبقى مواظب عليه، يعني هو البوس ديالك. اي حاجه في هذا النظام التداول خصك تطبقها، شي حاجه خارج هذا النظام التداول ما خصكش تطبقها. دونك ديك الساعه غادي تكون دخلتي في المشاعر ديالك. النظام التداول اللي هو النظام اللي جد مهم بزاف في تريدين بلان،
اول حاجه كنبداو بها كتحدد شنو هو المارشي اللي غتخصص فيه. كمبتدئ اخويا كنصحك تختار مارشي واحد. كاين بزاف د المارشيات. كاين مثلا الماركيت هو السوق، كتختار مثلا يا الجولد يا المارشيات ديال العملات الاجنبيه، منهم الاورو والدولار، ولا المؤشرات المؤشرات ديال الاسهم، من بينهم مثلا ناسداك الى غير ذلك، اولا البترول ولا السيلفر اللي هو الفضه الى غير ذلك. دونك انت كمبتدئ خصك تختار واحد المارشي. هذا المارشي هذا خصك تبقى ملتزم به يوميا. علاش؟ لان واحد الا اخترتي مارشي واحد كتحفظ داك المارشي، كتولي عارف لي موف ديالو، كدير معاه واحد الكونتاكت اولا كتصاحب مع داك المارشي، دونك كتكون حافظ داك المارشي. من بعد ممكن انك تزيد المارشي الثاني والثالث والرابع. كل ما كل ما كتقدم في الحرفه ممكن انك تزيد واحد المارشي. كمبتدئ انا كنصحك تبدا بالجولد وتبدا بالاورو يو اس دي. صافي. دونك هادو هما المارشيات اللي تنصحك بهم كمبتدئ. دونك دابا انت حددتي دابا المارشيات اللي غادي تعتمد عليهم في التريدينغ. دونك دابا حنا كنعمروا في التريدينغ بلان. ثاني حاجه كتحدد الكيل زون اولا البورصه اللي غادي تبقى تريدي فيها. واش غادي تريدي مثلا في لندن، اولا غتريدي في نيويورك. باش نكتبها لكم مزيان، نيويورك. دونك اسيا انا كاع ما تنتريدي فيها. دونك انت غادي تختار لندن كتبدا من 9 8 ونص بحال هكاك ديال التوقيت المغربي، و نيويورك كتبدا مع 12 ونص في التوقيت المغربي. دونك انت في داك الخلال داك الفتره ديال البورصه خصك تكون قبل من البورصه مثلا بنص ساعه، تكون حال البيسي ديالك و كتسنى وكدير التحليل ديالك وكتسنى الفرصه انها تجيك. راه بحال خدام عند شي واحد كيقول لك اجي دير لي هاد الخدمه مثلا اجي مع 8، عندك مثلا واحد البريك مع 12 جوج مثلا غتكمل الخدمه، الربعه غتخرج بحالك. دونك بحالك انت كتحدد واحد الوقيته اللي غادي تريدي فيها. صافي كتحدد الوقيته اللي غتريدي فيها، اللي غتريح وغادي تفوكيسي مزيان وغتسد التليفون وغتبقى مركز وتقلب على السيت اب ديالك اولا لا استراتيجي ديالك، تلقى داك البون سيت اب اللي غادي تريديه. لقيتي الفرصه هي هذيك، ما لقيتيهاش ما غاديش تريدي. اللي بلا ما تكثر بزاف، يعني التريدين بلان خليه سامبل، ما تعقدوش. دونك انت غادي تختار. انا هادشي اللي كنكتب لك ركز عليه بحكم التجربه، تنعطيك انا التجربه. انا هاد التريدين بلان هذا باش غنعرفو راه تقريبا 3 سنين ديال الفشل و3 سنين ديال الخساره. عاد عرفت التريدين بلان، عاد عرفت الاغلاط ديالي وعرفت بزاف ديال الحوايج، وجرب وغادي تشوف. ثالث حاجه كتحدد ستايل دوفي ديالك. ستايل دوفي ديالك اللي هو غتشوف انت راسك واش انت صبار ولا ماشي صبار. كاينين 4 الانواع ديال لي ستايل، انت خصك تختار اين ستايل بغيتي. الا كنتي ما كتصبرش فراه كاين واحد النوع سميتو سكالب. هذا النوع ديال السكالبر يعني تريدر سكالبر هو داك التريدر اللي تيدخل مثلا في الدقيقه، يعني تيبقى في التريد مثلا 5 دقائق 10 دقائق، كاع الا طول 15 دقيقه وتيخرج، ما تيطولش. يعني كيضرب وكيهرب، كيضرب وكيهرب. صافي هذا هو السكالبر، وعنده واحد المده محدوده، يعني كيتريدي ما بين الدقيقه حتى ل 15 دقيقه. صافي هذه المده ديالو. ثاني حاجه كاين واحد النوع سميتو الداي تريدر. الداي تريدر نكتبوها باش تعرفوا. الداي تريدر هو واحد تريدر كيتريدي لنا على المدار 24 ساعه ديال داك النهار. 24 ساعه ممكن انه يهولد التريد ديالو، يحل التريد ديالو ساعه ساعتين 4 السوايع 5 السوايع اولا 10 السوايع. مني كيكمل النهار خصو يسد التريد ديالو. دونك هذاك تنسميوه حنا الداي تريدر، يعني هذا كيتريدي كيجيبها النهار ديالو وكيخرج بحاله.
صافي. هذا اش كنقولوا ليه الداي تريدر. ثالث نوع اللي هو الشورت تريدر، نكتبوا لكم هنا الشورت تريدر اللي هو كيتريد لنا واحد التريد مده ديالها ما بين نهار حتى 3 ايام حتى لسيمانه، كيبقى فاتح الصفقه ديالو المده ديال 3 ايام يومين 4 ايام حتى لسيمانه، وكتبقى هذيك التريد ديالو محلوله حتى كيسدها. رابع نوع كاين السوينغ تريدر. هاد السوينغ تريدر هذا تيبقى مهولد التريد ديالو سيمانه، 2 سيمانات 3 سيمانات حتى لشهر. دونك هذا تيبقى مهولد التريد ديالو واحد المده يعني كبيره واحد شويه، ولا متوسطه تنقولوا حنا متوسطه شويه. خامس نوع اللي هو البوزيشن تريدر، نكتبها لكم بوزيشن تريدر. البوزيشن تريدر هذا تيهولدي اولا تيفتح الصفقه ديالو لمده ديال الشهور، 4 شهور 6 شهور، الى يعني الا طول عنده عام. وكاين الانفيستور تريدر هذاك تيهولدي التريد ديالو فوق من عام، عامين 3 سنين 4 سنين. دونك انا يعني كنصيحه ديالي انا كتجربه تنصحك نحيدو هادشي كامل وتنصحك اما شورت اما داي تريدر. انا تنعطيك التجربه ديالي، بحكم التجربه ديالي الا بغيتي تنجح في هذا المجال هذا تنصحك بالداي تريدين اولا الشورت تريدين. والشورت تريدين انا حيدته علاش؟ بحكم بزاف ديال الحوايج. دابا ندوي على الحرام والحلال، خليو هادشي هذا ديال الحلال والحرام خليه من بعد، غنديروا ليه فيديو ديالو خاص. ثاني حاجه في التريدين بلان هي الاستراتيجيه اولا استراتيجي ديال الاي سي تي اللي غادي نشرحو. دونك انا بغيتك تفهم واحد الحاجه، الدور ديال الاستراتيجي هي كتعطيك واحد يعني حدوث نمط اكثر من نمط اخر، يعني كتعطيك الاحتمال ديال ان واحد الحاجه غادي توقع، يعني واحد النمط غادي يتعاود بزاف ديال المرات في المارشي. هذا هو اللي تنقولوا ليه حنا السيت اب. يعني انت ملي غادي تدخل مثلا غادي تكون كتسنى مثلا في بورصه نيويورك او لندن، فانت كتسنى الهاي سيت اب، يعني السيت اب الزوين اللي غادي يبان لك مثلا في المارشي وغادي تريديه. دونك هذه هي الاستراتيجيه كتعطيك احتمال حدوث شيء اكثر من شيء اخر. دونك هذه القضيه غادي نتعمقوا فيها ملي غندخلوا في لي استراتيجي. دونك هذا هو الدور ديال الاستراتيجيه. دونك واحد البروسيس كتستعملو بحال مثلا كتدخل مثلا في الوان داي اولا في 4 السوايع، كتدخل كتقلب مثلا على الاتجاه ديالك اللي هو البايس، كتقلب على لي بي دي ار اي ديالك الديسكاونت والبريميوم، وملي كتاكد مثلا في الاتجاه ديالك كتعرف الاتجاه ديالك كتهبط مثلا التايم فريم صغير ديال الانتري اللي هو ديال الدخول ديال 15 دقيقه اولا 5 دقائق. هنا كتقلب على الباترن ديال الدخول اللي غادي نشرح، بحال مثلا تشانج اوف كاركتر، بحال اوبتيمال تريد انتري اللي كاينه في الاي سي تي. كاين بزاف ديال لي ميثود ديال كيفاش تدخل. انا نعطيكم كلشي وانتم اختاروا اللي بغيتو. دونك ملي غتجمع مثلا هادشي اللي شرحت لك ديال الماركت والستيشن والستايل والاستراتيجي، هنا غتكون وصلتي 30% ديال التريدين بلان، 30% صافي. و70% كامله فراه هي مبنيه على الريسك مانجمنت اللي هي اداره المخاطر. انا ما بغيتكش تركز على الاستراتيجيه بزاف، انا بالعكس انا بغيت تعطي الاهميه الاكثر لاداره المخاطر، الريسك مانجمنت او الماني مانجمنت. يعني كاين واحد الفرق ما بين الريسك مانجمنت والماني مانجمنت، ولكن في التريدينغ او في التريدينغ بلان ديالك فراه الا دمجتي لا استراتيجي مع الريسك مانجمنت فانا نتيقن مليار في المية باللي غادي تنجح في التريدين ديالك. اما الا خدمتي بلا استراتيجي بوحدها فراه ما غاديش يكونوا شي نتائج. اما ريسك مانجمنت هي باش انا كنسكيلي، هي باش كنلعب. يعني اداره المخاطر راه فن بحد ذاتها. دونك راه ماشي هي لا استراتيجي بوحدها اللي خصك تستعمل، ولكن راه خصك تستعمل حتى الريسك مانجمنت. وملي كنجمعوا هادشي هذا كامل كنخرجوا بواحد تريدين بلان، واحد السيستم اللي كنضابطوا عليه. نعطيكم واحد المثال مثلا في الريسك مانجمنت. نقولوا مثلا لا استراتيجي ديالنا مثلا لقينا واحد لا استراتيجي مزيانه كتنجح. نقولوا مثلا تريدينا مثلا 10 ديال لي تريد، 8 ديال لي تريد ضربوا لنا تشيك بروفيت يعني نجحوا، جوج لي تريد راه رجعوا لنا خاسرين. يعني 80% الاستراتيجي ديالنا كتربح 80%، يعني 8 ديال لي تريد الا تريدينا 10 ديال لي تريد.
فديما حنا في الريسك مانجمنت كنخدموا بواحد النسبه، ديما حنا كنحددوا ديك الخساره، عندنا واحد الحاجه فيكس. بحال مثلا نعطيكم واحد المثال، نقولوا مثلا الكابيتال ديالنا واحد 10 كا 10 المليون مثلا، 10 كا صافي. 10 كا حنا كنشدوها كنقسموها، يعني ما تنجيوش حنا مثلا كندخلوا عشوائيا، لا بالعكس، حنا عندنا واحد الخساره مثلا يوميه، اولا تنديروا مثلا يعني بحال قلتي ريسك بير تريد، يعني انا كنركز على ريسك بير تريد، ان بغيتش تركز على هذا الشيء كامل حيت تنتعمقوا، حيت كاين واحد الفيديو ديال ريسك مانجمنت غادي نتعمقوا فيه. دونك انا شد ليها تريدين بلان صافي. بحال مثلا كتقول مثلا انا في النهار مثلا غادي ندخل مثلا تريد وحده ولا جوج، ولكن اعلى خساره ديالي اللي خصني ندخل مثلا في التريد مثلا هي 1%، ما خصنيش نفوت داك 1% من الكابيتال. مثلا 1% مثلا ديال 10 كا هي شحال هنا؟ هي عندك 1000، يعني 1000 دولار. يعني انا عندي في النهار ما خصنيش نفوت ديك 1000 دولار ديال الخساره، ما خصنيش نفوت. وكاينه واحد القضيه اخرى عاوتاني هي ديال الريسك تو ريورد. يعني حنا في لاستراتيجي تنستعملوا واحد الميثود ديال ريسك تو ريورد، يعني كيكون الربح ديالنا اكثر من الخساره. بحال مثلا الا حددنا مثلا الريسك ديالنا مثلا في كل تريد مثلا دخلناها غادي يكون مثلا واحد 1000 صافي. واحد 1000 راه ما خصنيش نفوت هاد 1000 هذا، واخا ما شنو يكونوا هاد المشاعر هادو اللي غيجيوني، ولا الطمع ولا الخوف، ولكن ما بغا يكونوا هاد النوع ديال المشاعر، خصني ديما نحافظ على الريسك ماناجمنت ديالي. دونك نقولوا مثلا الا كنت دخلت انا واحد تريد، فراه تنحسب البوزيشن سايزين اللي غادي نعلمكم كيفاش كنحسبوه، يعني من خلال هذا الريسك ماناجمنت كنحسبوا هذاك اللوت سايز اللي غندخلوا به، اللي بيه كنحترموا لا استراتيجي ديالنا وكنحترموا الريسك ماناجمنت ديالنا. نقولوا مثلا باللي حنا مثلا حسبنا باللي كل تريد غندخلوها كل نهار، يعني عندنا غادي نخسروا مثلا آه يعني 1000، ولكن في الربح ديالنا الا كنا دايرين مثلا ريسك تو ريورد واحد على جوج، فراه الا ربحنا غادي نربحوا مثلا 2000، لحقاش حنا كنضربوا داك الخساره ديالنا كنضربوها بجوج. وديما تنكونوا يعني في الطوطال ملي كنديروا البالانس كنلقاو باللي حنا راه خارجين بالربح، وكتحمينا اننا نكونوا مثلا بروفيتابل، وكتعاوننا في السكيلين. الا بغيت نسكيلي مثلا واحد الكونت بغيت نكبرو، وكاين بزاف ديال الحوايج متقدمه في الريسك مانجمنت. يعني الريسك مانجمنت راه ماشي مثلا كتحدد مثلا نسبه الخساره صافي لا، كاينين بزاف ديال الحوايج. كاين الا بغيتي تسكيلي مثلا الكونت ديالك، بغيتي تكبرو، كاين بزاف ديال لي ميثود غادي نعرفوهم حنا في الريسك مانجمنت صافي. دونك انا بغيت نشرح لكم هادشي اللي تحت، لحقاش الريسك مانجمنت كاين واحد الفيديو ديال غنشرحوها اون ديتاي، استراتيجيات عاوتاني غنشرحهم اون ديتاي في الاي سي تي. دونك انا اللي بغيتك تعرف واللي بغيتك اللي تهتم به بزاف هو التريدين بلان. انا بغيتك هذا تحطو ديرو في واحد الورقه اولا في واحد ليكسيل ديالك وتحطو قدامك، وغادي نعمروه باش يكون عندك واحد السيستم تبقى تخدم به. يعني اول حاجه خصك تتعلم الصح، يعني تتعلم بالطريقه الصحيحه. راه الا تعلمتي بالطريقه الغلطه راه كلشي غادي يمشي غلط، وفي الاخر اش بقات نعل الدومين، واش بقى تقول الدومين ما فيش الرباح، وانا مليت في الدومين، وهاد الدومين ما عاطينيش. بالعكس، هاد الدومين هذا اللي عطيتي شويه الوقت وحطيتي داك الشيء الصحيح وشبعتي الطريق الصحيحه راه غادي تربح. راه ما كاينش، يعني راه ما كاينش هادشي فيه الشك. الا كان عندك تريدين بلان وتبعتيه وكنتي منضبط عليه غادي تنجح. دونك هاد الفيديو هذا غادي نحبس هنايا. دونك مهم هاد الفيديو ده مهم بزاف، تريدين بلان مهم بزاف. يعني اش غنقول لكم، راه بزاف هاد التريدين بلان هذا، الا عرفتوا الاهميه ديالو راه ما يمكنش. فلهذا تنقول لك انا بلي نقل هاد التريدين بلان هذا عندك في الورقه، وتسنى الفيديوهات اللي غادي يجيو دابا باش نعمروا لا استراتيجي ديالنا. المره الجايه اول فيديو غنبداو بالنيريتيف اللي هو الناراتيف، غادي نبداو فيه اول درس في الاي سي تي مهم بزاف، هو الحجر الاساس ديال لا استراتيجيه. اي استراتيجيه كما كانت هو الاساس ديالها. من بعد غنشرحوا البايس، كيفاش بقى نحدوا البايس، والميثود ديال كيفاش تحدوا البايس. من بعد غادي نشرحوا البي دي ار ريت ديسكاونت البريميوم حيت مهمه بزاف. غنشرحوا لي استراتيجي بحال السيلفر بوليت، وغنشرحوا بزاف ديال الحوايج في الاي سي تي. غنشرحوا الموديلات ديال كيفاش تدخل، بحال مثلا اوبتيمال تريد انتري، بحال تشينج اوف كاركتر، بحال كاندل ستيك باترن اللي هي مهمه بزاف، وما شرحوا بزاف ديال الحوايج. المهم انا بغيتك هنايا
تعقل على كل حاجه قلت لك، وكل حاجه تحطها في بلاصه، وتعرف كل خانه باش كتصلاح، باش كنجمعوا هذا الشيء كامل باش كتولي متداول محترف. بلا هذا الشيء راه ما تكونش متداول محترف. وشكرا بزاف، وسمحوا لي الا تعطلت عليكم، راني كنت مريض، وإلا لاحظتوا الصوت ديالي غتلقاو مغير شويه مع الرواح وداك الشيء. انا راه ما كرهتش نسجل دابا، نسجل 3 الفيديوهات 4 الفيديوهات ونلوحهم، مي تنولي بعدا شويه وديك الساعه نكمل لكم الفيديو.